مدرب الزمالك يا جماعه لازم يمشي، لازم يمشي، حرفيا خربها. لكم ان تتخيلوا يا جماعه ان بيسيرو ده اللي هو مدرب الزمالك، اللي انا مكسوفه اقول عليه ان هو مدرب الزمالك، قاد الزمالك في 13 مباراه، كسب 5، ومن ضمن ال5 دول مباراه الاهلي اللي الاهلي يعتبر فيها خسران. يعني هو كسب 4 مرات، اتعادل 6، خسر 2. دي تنفع تبقى نتائج مدرب الزمالك؟ وكل ده المدرب بيتعرف على اللعيبه. هو لو رايح يخطب كان يعني هيتعرف اسرع من كده. ايه بقى ده؟ مدرب يعني مش بيتعلم من غلطاته، ما بيدرسش الفرقه اللي قدامه. احنا بحس ان احنا بنتفاجئ في الملعب، مش عارف قدرات اللعيبه اللي قصاده، مصمم على غبائه. بيلعب سيف الجزيري هو مش فايق، وبيظلم ناس تانية. بيلعب مصطفى شلبي حتى وهو شايف انه سيء. انت شايف انه سيء، منتظر منه ايه؟ ها؟ منتظر منه ايه؟ طب انت طورت حد من اللعيبه؟ لا، هو ما عملش حاجه من الحاجات دي اصلا. طب احنا منتظرين ايه بقى؟ احنا كنا جايبينه ليه اصلا؟ عشان الكونفدراليه وعشان الكاس. هو خرجنا من الكونفدراليه، نستنى ايه بقى لما يخرجنا من الكاس؟ نبقى خرجنا بموسم صفري خالص؟ ها، مستنيين ايه بقى؟ احنا كل ده كنا ساكتين عشان قايلين ان المركب ماشيه، وطالما المركب ماشيه ما تجيش انت توقفها. لكن هي وقفت بقى، هي وقفت، فنصبر عليه ليه؟ ها، نصبر عليه ليه؟ هو خلاص خربها. فهو اصلا بالنسبه لي خلاص قفلت، لازم يمشي.